السلام عليكم. بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها فرنسا بعد مقتل الشاب رحمه الله نائل الجزائري، رئيس فرنسا يتهم الآن أسر وعائلات وآباء وأمهات المعتقلين والمشتبه فيهم في أحداث الشغب من كسر السيارات وحرقها وجميع أحداث الشغب التي عرفتها فرنسا بعد مقتل الشاب رحمه الله. كما شاهدنا في فيديوهات عديدة التظاهرات التي انتقلت أو بعض الشباب الذين من الأصول جنوب إفريقيا من جزائريين ومغاربة وتونسيين وفئة كبيرة من الدول العربية كانوا في تلك الأحداث التخريبية، وشاهدناهم في فيديوهات وهم يسرقون متاجر فرنسية. يعني باش تبقاو في الاستمرارية في التظاهرة ضد العنصرية والعنف وبما قام به ذلك الشرطي الفرنسي العنصري الذي بدون رحمة أو شفقة أطلق النار مباشرة على الشاب العربي رحمه الله. كنتفاجئوا أو كنشاهدوا للأسف عمليات ديال السرقة كبيرة، والناس كتمزح وكتضحك وكتاخد سيلفيات للتخريب وللسرقات. ما كانوش دايرين لها حساب بان عدد كبير من هذوك الشباب اللي كانوا كيحطوا هذوك الفيديوهات في ستوريات تم الاعتقال ديالهم. كذلك رئيس فرنسي كتبت عليه وتحدوا عليه واحد العدد ديال الصحف بانه كان في واحد السهرة كيرقص بعد هذه الكارثة اللي وقع في البلاد ديالو. كان حاضر مع واحد المغني إلتون جون خلال هاد الأيام العاصفية الصعبة في فرنسا، وكيحمل المسؤولية للآباء والأمهات ديال الأبناء اللي هما الآن معتقلين، اللي هما الآن بدون شك كيكونوا كياخدوا واحد التعنيف وتعذيب من رجال الشرطة الفرنسية العنصرية. صراحة حنا مهما تزادينا اللي تزاد كاع في هاد البلاد في أوروبا وكيحمل الجنسيتين كيبقى دائما غريب. وفي فرنسا دولة فيها نسبة كبيرة ديال العنصرية، ما كيتعاملوش مع شاب أو مواطن أجنبي أو عربي على الخصوص بواحد اللطف، دائما بواحد العنصرية، دائما واحد الكراهية. ما خصناش نعطيهم الفرصة فين يزيدوا يهاجمونا باش ندافعوا على قضية اللي عندنا الآن في يدينا ديال الشاب وائل اللي تقتل من طرف الشرطي الفرنسي، اللي بعد الصحف واليوتيوبر الجزائريين الله يشافيهم قالوا بأنه من أصول مغربية وعنده الجنسية المغربية. هذا الشرطي اللي قتله أي حاجة كيبغيو يدخلوا معها بأن المغربي من وراء هذا المشكل.
غنخليكم كذلك مع واحد المرأة حرة جزائرية، اسمعوا شنو تقول. نشوفوا الحرقه دوما لنا بهدلوا السرقه، لي زاغاش الناس اللي نحيوهم، لي التليفون بورتابل يديوهم، لي ساك ما يخطفوهم، ويقول لك لا فرونس لي راسيست. اني با راسيست لا فرونس، سامحيني. يكون في البلاد احنا عندنا يسرقوا لي ساك كيما كان يحطوهم 5 ans 8 ans دو بريزون. اون با في احنا فرونسي يفول لو تليفون بورتابل ولا ينحي اون شين تاع مراه ولا يردوا لبرا في الكرتونه. احنا يجونا لي زانجينيور على الجيري، يجونا دي كوبيرون تكنيك. احنا هنا روحي تشوفي عاملين حاله عايشين بالسرقه، تروحي الكوميساريا الجيريان بهدلوا بينا في البلاد. انا صافي 45 ans جو سي ان فرونس، بس عندي نهار بعام، يا ريت تروح لبلادي ما نخبيش عليك. كذلك غنشوفوا في الفيديو اللاحق العملية ديال السرقة اللي تمت بطريقة البعض منهم كيشفر بطريقة فكاهية على أنه غير كيضحك أو مشارك في المظاهرة، وكيشجل. البعض كيعمل راسو كيدير راسو بأنه كياخد واحد الفيديو وكيصور هذوك المخربين، وحتى هو ملي كتبان ليه الفرصة ديال شي حاجة ثمينة كيتم السرقة ديالها. المشكل هاد المشكل هذا ما غيوقفش هنا، غيبقى بعد الايام المقبله، غيبقاو الشرطه كذلك فيما يبان لهم شي مشابه به، شي واحد اللي هو عاطل على العمل وكيلبس واحد الحذاء اللي هو فاخر، او كيحمل واحد الحقيبه اللي هي الثمن ديالها باهي الثمن ودوريجين. يعني منين جاتك هاد الحقيبه هذه؟ يعني سرقتيها من هاد المحل اللي عامل حتى هو عامل واحد عمل ديكلاراسيون بالسرقات اللي مسروقين ليه، واللي توجدت عنده هذيك الحقيبه، غادي يتم الاعتقال ديالو مثلا. تقدر تقول لهم ديالي، ولكن باش شريتيها منين جاوك فلوس باش شريتيها، واللي كيكون او اللي غيشريو هاد الحقيبه او هاد الحذاء اللي هو الثمن ديالو ما يعني مرتفع، اغلبيه كيشريو بالكارت ديال البنكه، يعني كيكون عندهم مسجله منين عندك. كاين بزاف ديال الحوايج اللي يقدوا الشرطه يعتقلوا بها بزاف ديال الشباب اللي هما سرقوا هذيك الاشياء من المحلات. كنشوفوا الحرقه دوما لنا بهدلوا السرقه، لي زاغاش الناس اللي نحيوهم، لي التليفون بورتابل يديوهم، لي ساك ما يخطفوهم، ويقول لك لا فرونس لي راسيست. اني با راسيست لا فرونس. كنعيشوا في دول اوروبيه، كنشوفوا ولاد بلادنا اشنو كيديروا، كنشوفوا ولاد الجيران ديالنا اشنو كيديروا، كنشوفوا الشباب ديال الدول العربيه اللي كيعيشوا معنا في هاد الدوله او في المدينه اللي كنعيشوا فيها اشنو كيديروا. يعني بلا ما كيف كيقولوا نغطيو الشبكه بالغربال، اللي فيه شي حاجه فيه شي حاجه. كيقولوا هادشي ناجم على التربيه، الوالدين كيربيو. سير الشاغل، سير شوف هاد الدولة تساعدك باش تعمل واحد الصنعة، دير واحد البيرمي. اللي للأسف صراحة هاد الواقعة اللي وقعات أثرت في جميع العرب على الخصوص، حيت دابا المشكل هنا في أوروبا بإمكان الشباب ابتداء من 16 سنة يقوموا برخصة السياقة. كيعطيوهم كتخول لهم هذيك رخصة السياقة
باش يسوقوا دراجة نارية على حساب السن ديالهم. وكذلك كاين واحد النوع ديال السيارات بالنسبة للناس الآباء اللي هما ميسوري الحال أو عندهم الفلوس باش يشريو الابن ديالهم واحد السيارة من نوع فيات 500 اللي هي كنشوفوها عندها جوج رويد لقدام وواحد الرويد عندها جوج اللور على شكل بحال الموتور جاو الوسط، وهذا كتساق غير بالبيرمي بحال ديال الموتور، كيدوز ليه البيرمي وعنده واحد محدود حتى السرعه ديالو كتكون محدود. علاش؟ خوفا على سلامه هاد الشاب او الشابه اللي ما كتجاوزش السن ديالها 18 سنه. للاسف كنشوفوا يعني شاب مشى ضحيه ديال العنصريه اللي كان على ذلك الشرطي العنصري، كان عليه يتبعوه، يعني ما كانش عليه غادي يطلق عليه الرصاص بينه كيشوف فيه شاب صغير ما امتثلش ليه باش يعطيه رخصة السياقة، لأن من الشوفة ديال هذاك الشرطي يقدر غيبان لي بأن الشاب راه صغير، راه في السن ماشي ديال باش يسوق السيارة. ومني كان وجود ديال الشرطة كان على الشرطي الثاني كان عليه يمشي من الجهة الثانية، الجهة الثانية يحاول يفتح الباب ديال السيارة، يحاول يسكت ليه الطوموبيل، ماشي يتيري فيه مباشرة للقلب ديالو. غنبقاو مع فيديوهات ديال الشغاب اللي هي للأسف اللي هي غير مضحكة، اللي هي محزنة، اللي حنا كنشوفوا من وراء هاد الأحداث ديال الشغب كيف هو التعامل مع السلطة الفرنسية، مع الجالية العربية المقيمة بفرنسا. كما كنا شفنا في أحداث إيطاليا اللي هي كانت مظاهرة على كورونا، يعني باش الناس باغا تخرج وما يبقاوش عليه هذاك الحصار، ولا تبقى بالوقت تدخل وتخرج، ولات هذيك المظاهرة تحولات لسرقة المحلات التجارية اللي هي كبيرة. وشنا فيديوهات كثيرة كيف العرب سواء المغاربة أو الجزائرية أو تونسيين كيسرقوا هذيك الأشياء وهما فرحانين وضاحكين. صراحة شيء محزن بزاف، شيء محزن. غنبقاو مع هذا الفيديو، نخليكم ديال الشغب، حدث الشغب في فرنسا وكذلك في إيطاليا، ونخليكم مع مشاهدة. تشهد إيطاليا منذ عدة أيام أعمال شغب ضد القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة في مواجهة الموجة الثانية من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا. القيود الجديدة تنص على إلزام المطاعم والبارات والنوادي الليلية على إغلاق أبوابها في الساعة 6 مساء مع فرض حظر التجوال أثناء الليل. العديد من المظاهرات اندلعت في عدة أماكن بإيطاليا منذ تطبيق القيود الأسبوع الماضي. وفي أخبار ألمانيا، واحد الخبيرة ألمانيا كتطلب من البرلمان ومن الحكومة الألمانية تسهيل الإجراءات مع الأشخاص الناس اللي بغاو يجيو يشتغلوا في ألمانيا ولو ما تكونش عندهم اللغة، باش يكون الرد سريع ما يتجاوش 60 يوم، يعني شهرين. خصو السلطات الألمانية تجاوبوا يا بالموافقة يا بالرفض الطلب ديالو في الإقامة المؤقتة من أجل العمل في ألمانيا. كذلك كطلب تسهيلات ديال ما يحكروش على الناس في اللغة، بالخصوص للأجانب اللي بغاو يجيو يشتغلوا في المجالات اللي هي مطلوبة في ألمانيا. بعوض اللغة الألمانية تكون عنده اللغة الإنجليزية في بعض الحرف اللي هي ما كتطلبش اللغة، يعني فقط مساعدة من رب العمل والعاملين معه في الشركة اللي غادي يساعدوه على باش يفهم اشنو كيطلبوا منه اشنو هادو، بما تعلم اللغة بشكل تدريجي.
هنا في ألمانيا سنويا 1.5 مليون محتاجة يد عاملة في ألمانيا. يعني الناس اللي هي خارج ألمانيا وحابة تجي تشتغل في ألمانيا، يعني راه تفتح واحد الباب مجال كبير ديال العمل في ألمانيا. إنسان يجي ويمشي للوطيل، وهذاك اللوطيل اللي غيكري ديال الشهر تقريبا يخلصوا بالشهر، بإمكانه يدير عنده شهادة السكنة في ذاك اللوطيل. وهذاك شهادة السكنة يعني غيتسجل، غيعطيه صاحب اللوطيل يعطيه واحد الورقة ويمشي يتسجل باش ياخذ العنوان، وهذاك العنوان يدفع به الوراقي ديال طلب إقامة العمل في ألمانيا. واحد سعيد للجميع، وإلى فيديو لاحق. اللي مازال ما شارك في القناة حاول يعمل الاشتراك. التعليقات ديالكم كتهمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.